أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جراین رکا دین مبین جه حدیث رسول می امین. ترجمه ریاض الصالحین 346. نویسکار امام النووی. ترجمه پروفسور دکتر عبدالعزیز خطیب گره ملا احمد ملا یوسف درشوی رحمه خودل مرین مو توابه. خوشگو برن عزیز الدرس مایاش بریاوه دا ام هادی سر بحث که نو چی نوه بحث ما دبیجه باب تحریم لبس الرجل ثوما مزعفران. در حق حرام بونا ورگرتنا زلاما جلن برنگ زرهاتی بیاخ کرن و زعفران جرا بیشن زعفران برنگ بیاغا زعفرانه که رنگ زره ورگرتنا میرا و جلکن هولی هاتی بیاخ کرن. حديث 1800 عن أنس رضي الله عنه قالش أنس هاتی نقل کرن خدا جرازی بگوت که نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر رجل. پیغمبر خدا منع کر قدغه کر کو مر رنگ زعفرانه یعنی نباتک یعنی گیاک شده زعفران زره یعنی زلام وی رنگ خوا بینن چه جل خوا بینن چه سر خوا بینن چه روی خوا بینن پیغمبر خود منع میرا کرد و متفق علیه اف حدیث بخاری و مسلم هر دو نقل کردن. حدیث 1801 وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. عبد الله كره عمرو كره عاص هات نقل كرن خدا شوي بوفي راضي به قال راى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين. بيجي پیغمبر خدا سر وجود عمل سر ما دجلك ام بيجي جملك و اتك يعني جملك و جراس محتملا ده جلسه وجود آمدیتن مزعفرین رنگ زعفران هادی بیاخ کردن یعنی زرک تخلیطی که زر بی فقال امك امرك بهذا گو قیدیاتا گوتا وی کراس وجل الخوابکا یعنی دوی گوتا وجل ورگیره قلت اخلعهما قوم اس وجلاش خبخ ما يا رسول خدا كيف تجرون هاته قال بل احرقهما نكو تنبخ هر بشوطينا يعني و نهلا يعني اجرنا بابتته نه بابت مرا دل خنكن. وفي روايه نقول روايتك ده فقال پیغمبر خدا هوليغو ان هذا من ثياب الكفار فلا تلبسها. اف جلن كفرانا يعني كافر وجل في رنگ الخواتنا فلا تلبسها وجلا ورنگرا. رواه مسلم. اف حدیث امام مسلم نقل کریا خودش راضی به. باب النهی عن صمت یوم الى اللیلی. در حق قدغبونا منع کردن نشتغلاندن صبح حتی ایواره یعنی هن انسان دور جاهلیت دا هولی در خدا روزی دیگرتان یعنی نیت و عبادت صبح حتی ببیا مرغ حتی ببیا شف ناشتغلی ناپیوین قطعی ناپیوین دل خدا یعنی افشش ورا خدا دکران و که عبادت که منع جویا. حديث 1802 عن علي رضي الله عنه قال امام علي هات نقل کردن خدا جرازی بگوتیا حفظت عن رسول الله مش پیغمبر خدا هولی جبر کر پیغمبر خدا هولی گفت مش جبر کر لا يتم بعد احتلام پشتی کو زارو یعنی بالغ بی گچو کره پشتی بالغ بین کامل بین ادی یتیمی تنینه ادی او یتیم نوین حسابه پشتی عاقل و بالغ بینو کره و کچی کامل بین ادی نیتیمن. ولا صمات یوم الى اللیلی روزی گرتن نشتغلاندن صبح حتی شوه اوجی نینه تشتی ولی نینه. رواه ابو داود بإسناد الحسن اف حديثها ابو داود بسندك صحيح نقل كريا. قال الخطابي في تفسير هذا الحديث وجاء الخطابي مجارا شروع وكرنا في حديث دا إزاحات في حديث دا هولي قاتيا كان من نسك الجاهلية الصمات عبارة جاهلية بي دور جاهلية بي دور جبريو اسلام بي
نشتغلاندن یعنی مشرک و کفر یعنی معلومه واجی گرا خو عبارت وهابی وجا صبح حتی ایوار ناشتغل حتی شوه ناشتغل اینا دل خواهد گفت اف عبادت که فنوه في الإسلام عن ذلك وجا منع مسلمان هات گرن الدور اسلام دا جویها وجا پیغمبر خدا قدغه کجبو مسلمان و افتش دل خدا اف تخلیط عبادتی و امروا بالذکر والحدیث بالخیر امر مسلمان هات گرن ذکر خدا بکنه و اشتغالیا خیر و اشتغالیا قنج بجنه امر و کر وینها یعنی نشتغلاندن یعنی بوا که عبادتی افتشت ولینینه لبله مروف بشتغله ذکر خدا بکه و تشتا خیر بجه و تشتا قنج بجه اوه یا باش. بله رواه ابو داود بإسناد حسن اف حدیث ابو داود بسند صحیح نقل کریه خدا جه راضی به. بله حديث 1803 وعن قيس بن أبي حازم قالش قيس كرة أبي حازم هو تناقلتنا قوتيا دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على امرأة من أحمس أبو بكر الصديق خود جرازبه شو رخ جنكك أحناسيا جنكك قبيلة أحناسيا شو نك جنكي يقول لها زينب نوفي زينب بي فرآها لا تتكلم ونري ناشتغل يجور ناشتغل فقال ما لها لا تتكلم أبو بكر قلت شلوي قوم يا ناشتغل فقالوا حجت مصمتة يعني حجت مصمتة يعني يعني كرولال يعني بناشتغلاندن حج كريا يعني دول خدا شو حجي هوتيا ناشتغل فقال لها أبو بكر جرى تكلمي فإن هذا لا يحل باشتغل أف نحلالا هذا من عمل الجاهلية أف عمل دور جاهلية أف ندور عمل دور إسلامية فتكلمت أو جنجي اشتغلي رواه البخاري أف حديث إمام البخاري نقل كريا خود جي راضي به. باب تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه وتوليه إلى غير مواليه بحثا حرام بونا ويكو مروف حاشا بيجا أنا كره باوه خامه يعني باوه خواه این کار بکه بيجا از كره فلان کسه ما از يعني باوه خواه این کار بکه يعني نوه باوه خواه نبيجا نوه يكده بيجا وكا نسبكش خورا إلى غير وتوليه إلى غير مواليه يعني بيجا أناش في قبيلة ما أش قبيلة دما يعني أناش في ملت ماش ملتك دما مثلا أم بيجي ترك به بيجا أنا تركم أس عرب أونجي كرد به بيجا أنا كردم أس تركم أونجي أس عرب يعني أفجي حرامة قدغة مو كيبه بلا مو أو مو كره خده کی باف کرد به نصیب ما چه کی دایید کرد به نصیب ما کرد به نصیب ما مو کره وی باف وی دای که مش کی ملت هات به دنیای مش وی ملته ما چرا مو بجا از نش وی ملت ما تش وی ملته اف حرامه. حديث 1804 عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه سعد كر أبي وقاص هات نقلتنا خدا جرازبه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبجي پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام هو لقاد من ادعى إلى غير أبيه کسی کو باوه خواه انکار بکه بیجه او نباوه منه او یک دی خراب که باف او يعلم أنه غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه حال او زانكو اوید بیجه باوه منه نباوه ویا وجا بیجه او باوه منه فالجنة عليه حرام جنت سروی حرامه او ناچ جنته. بله حديث 1805 وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة هات نقل كر خود جرازبه أو جيش پیغمبر خدا نقل كريكو قال پیغمبر خدا هو لقات لا ترغبوا عن آبائكم برای خوش باوه خواه نوگرینن یعنی خوش باوه خواه نکن برای خوش باوه خواه نکن نبیجن یعنی هم کروی باوه نبیجن ام نکروی باوهی فمن رغب عن أبيه کسی کو برای خوش باوه خواه بگرینه یعنی باوه خواه این کار بکه بیجه نباوه منه فهو کفرون اف کفره یعنی نه اخلاق اسلامیه تشتی کنه المسلمانیا تشتی ولی گلک تنابنه نونگوری اجی چونکه او باوه تایو تو خوادی کری و تو مازن کری بیجه نه اوه های باوه ما متفق علیه اف حدیث بخاری و مسلم هر کار نقل کنه جهدان الکتابه خدا. بله حديث 1806
بله. وعن يزيد بن شريك بن طارق قال، يزيد كره شريك كره طارق هات نقل كرن بجا رأيت عليا رضي الله عنه على المنبر من امام علي دید سر منبره، سر دورك خطبه مدید يخطب خطاب انسان را ذكر فسمعته يقول مسحكر هوليد قوتا لا والله ما عندنا من كتاب نقرأه إلا كتاب الله، نخير والله شغيني كتاب خده قرآن بيروز تي كتاب دمانينه ام بخويني يقين هنا قلت يعني پیغمبر خده كتابك دا امام علي شغيني قرآن كتابك دا امام علي يعني شغيني قرآن بيروز ها كتاب خصوصي وجا امام علي خفيتي ولي خفي پیراکریا كتابك دا امام علي قال لا والله نخر قطعيا والله ما عندنا من كتاب نقرأه تك كتاب ام بخوين النكمانينا إلا كتاب الله شخيني كتاب خده قرآن بيروس وما في هذه الصحيفة دي أو كل في دفتر حداجي كان يعني قطن كان تشتن علمي هنا في دفتروك هذا فنشرها دفتر خباكر الإمام علي فإذا فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات نري تدوي دفتروك دانويسيا أسنان الإبل يعني كا دوي دنان دوي چوبن وأشياء من الجراحات وجا وقت دياته وقت خوينه بداهين وقتی یکی مثلا یکی کشته با اون بریندار که به معنی من لازم وقت خوینویجی جانا تداین یعنی بر بریندار یا ایوا هندفع تداین که و امره به چند به و اشیاء من الجراحات که جزوی چه برین کرنه برینداری کرنه چیه یعنی یکی ده بریندار بکه که جزوی و چیه تشته هولی تدا هبین و فيها قال رسول الله فجل و دفترو که ده هولی جی هبی پیغمبر خود گوته بی المدينة حرم ما بين عير إلى ثور مدينة حرمة يعني مدينة شو مكة حرمة يعني حرم شو يعني إبراهيم عليه السلام أو يعني دائرة مكة يعني چرچوا مكة قدغه كريا كو يعني حيوان تدا بکشتن نچیر تدا بکرن جی گاج تدا بهل کرن دور تدا به برین منع وکرنه و جا پیغمبر خودت بیجه او مکه حرام و با پیرم ابراهیم مدینه جی حرام من چه نمیجی فلان داره حتی فلان موقع مجی گریه بن حمایه دا لازمه ضرر نه داین فيها ضرر ندوادش كده حتى كده بين عير إلى ثور عيره حتى ثوره يعني شجوع عيره حتى شجوع ثوره شوف جمعك حرام فمن أحدث فيها حدثا كسيكو بتعت تشتكو ناجدين درينا في موقع دا تشتك ناجدين درينا حول أو ناجدين تشتوى اللي بيدا بك أو محدثا يانجي يكي بتعت كار بحوينا لبك خوي حماية بك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لعنة خده ملياكة وي ومروفة حمياء سروي با لا يقبل منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا رجا قيامته نا فرض نا نافلة ونا قبل كرن ونا نا شفاعت ونا ديات خوين جناية قبل كرن يعني خده يعني كفارة وي قبلناك توبوج قبلناك أو يك ذمة المسلمين واحدة ذمة مسلمان يك شو مثلا ام بيجي مسلمانك ام بيجي كفرك يعني يك غير مسلم حماية بك يعني ام بيجي حدود داديد يعني بيجي بخه بر حماية خدا اف مسلمان بلا مسلمان كي بلا او حشوك يعني اولاداري دايوي واحد كو مسلمان حمي اولاداري داينوي لازم وجا او حقيقة او بي كتب حماية مسلمان حميادا يعني يك امنيت وحماية ذمة بدي يكده اوش بر حميا وايا يعني حمي که لازم رعایته بکنه يسعى بها ادناهم يعني یک کیمه و بکه او حميا يعني لازم حمي رعایته بکنه فمن اخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين اخفر معنوه چیه؟ بله
تمام کسی عهد و پیمان مسلمانه که بشکنه، یعنی او عهد و پیمان مسلمانه که دو یک ده کسی به بشکنه لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. رجا قیامت خود نه فرض وی نه سنت وی قبیل ناکه و یعنی توبه ویجی او کفارت ویجی قبیل ناکه. ذمة المسلمین واحدة فعليه هنخل مخالط كون بصفتين بال ريسكو جوروا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. كسكو الزمات وأمنيات مسلمانة إحلال بك خراب بك لعنة خده وملائكة وإنسان حميد سرويبه لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. رجا قيامة خده نا فرض نا سنة وقبينك. ومن ادعى إلى غير أبيه كسكو خیلی باوه خواه باف کش خارا چکه، یعنی باوه خواه این کار بکه بشه فلان باوه ما او این تما الى غیر موالیهی یانجی خواه بکه منصوب قبیله که ده نه او قبیله که منصوبه به جا بجاش فلان قبیله ما حالا اگر نشوه قبیلهش قبیله دیه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لعنة خده وملائكته وأنصان حميا لسروي به لا يقبل الله منه يوم القيامة. رجع قيامة خدش وقبلناك صرفا ولا عدلا نا فرضا ونا سنة ونا توبة ونا كفارة جي قبلناك. متفق عليه. اف حديث بخاري مسلم هركا نقل كرنا. حديث 1807 وعن أبي ذر رضي الله عنه أبو ذر هتنقل كرنا خدا جرازبه أنه سمع رسول الله يقول دبجمش پیغمبر خدا سحكر هولي دقوتا ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفار. مروفك خيني باوه خواه باوه ديش خورا چكه بيجا أزنا كروي باوه ما از كروي همه باوه ما فلان كسا حال افا نباوهوي او کفر کیا. کفر چه یعنی این کارا نعمت خدا کیا او اخلاق کفری کیا اخلاق کفریه. و من ادعا ما لیس له کسی که تشتا نه عایدوی نه حقوی بیشه افیامنا فلیس منا او نشمیا نسر ریسکمیا. ولیتبوأ مقعده من النار بلا جه خوال آگر جهنم دا حاضر بکه، یعنی خواش جه که خواه آگر جهنم دا حاضر بکه خواه حاضر بکش وی آگر جه خواه آگر جهنم دا. و من دعا رجلا بالکفری کسی که ادعا بکه بیشه فلان زلام کافره فلان مروف کافره یعنی بانکته یا کافر او قال عدو الله یعنی بیشه یا عدو الله ای دجمن خوده وليس كذلك حال اوه نه کافر به و نه دجمن خوده به او مروف الا حار علیه او ادعاوی دفتل بالوی و وقتی گوگوتی که کافر او بید به کافر بیشه ای دجمن خوده هکا نه دجمن خوده به او دب دجمن خوده. متفق عليه. هذا لفظ رواية مسلم. اف حديث بخاري ومسلم هر نقل كنا لبلا اف لفظها لفظ كتاب مسلم كتاب مسلم ده هولي در باس بیا. خوشكو برای عزیز بلا وده بسکنه حتی درسی که ما یاده بمینه خیر و خوشیه دان.